أول رد من هيفاء وهبي بعد منعها من الغناء والتمثيل في مصر. في البداية لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب وتفعيل الجرس. بعد ساعات من الصمت ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء والتمثيل في مصر بطريقة غير مباشرة وبكلمات مقتضبة. ونشرت وهبي عبر خاصية القصص القصيرة ستوري على منصة إنستغرام صورة تتضمن الآية القرآنية: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، في إشارة إلى مكيدة دبرت لها. قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر التحقيق مع الفنانة هيفاء وهبي أمام الشؤون القانونية للنقابة الأحد المقبل، بعد قرر إيقافها عن الغناء لتسير على خطى نقابة المهن التمثيلية المصرية التي قررت منعها من التمثيل أيضا. وقالت النقابة في بيان: الفنانة هيفاء وهبي أخلت ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي رغم حصولها على عربون التعاقد، ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية والذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجددا. ووفق تقارير محلية فإن الشركة التي قدمت شكوى ضد هيفاء وهبي هي الريمس للإنتاج الفني، وذكرت أن الفنانة اللبنانية لم ترد مقدما ماليا حصلت عليه من الشركة نظير مشاركتها في عمل درامي لم تلتزم بتصويره، إلى جانب إخلال الفنانة أيضا باتفاق لإقامة حفل في الساحل الشمالي وحصولها على المبلغ المتفق عليه، ما تسبب في أضرار مالية كبيرة لمنظم الحفل